هل نحن على الخط أبونا؟ أهلا وسهلا بك للحلقة الرابعة أو الثالثة، حوار حول مفهوم القانون في الغرب وفي الإسلام. أنا جدا سعيد باستقبالك في قناتي المتواضعة، يعني أفضل من بلاش مثل ما بقولوا. عظيم. أنا يشرفني وسعيد جدا أيضا أن أكون معك أستاذ سامي. أنت غني عن التعريف. تسلم. أشهر من نار على علم مثل ما يقول. جدا سعيد ويشرفني أن أكون معك هذه. في الحلقة عندي أنا سؤالين لك، لا بل يمكن ثلاثة. أيوة، جتي من واحد من أصدقائي هون على الحلقة السابقة، خاصة حول ما قلته عن أن 60% من الأمريكان المسيحيين الكاثوليك وغيرهم هم مختونون. فهو اعترض على هالشيء هذا، قال هذا مو صحيح، وانت معلوماتك منين جايبها؟ الظاهر معلوماتك مش هي مضبوطة. فلذلك أنا أريد أسألك أنه حتى تنورنا عن هالموضوع وتوضح للأخ هذا وأيضا لنا جميعا، وتأكد على هالمعلومة اللي قلتها بأنه 60% من الأمريكان هم مختونين. أيوة، إذن السؤال الأول مهم جدا. حتى هنا في سويسرا لما بتكلمهم بهذا الموضوع هم بيستغربوا من هذه الأرقام. حقيقة أن الولايات المتحدة دخلها أولا ختان الإناث. بداية دخلها ختان الإناث في الولايات المتحدة. تمام. وكان أيضا في لندن ختان الإناث. عجيب. وانتقل من لندن إلى الولايات المتحدة، وختان الإناث دخل الولايات المتحدة قبل ختان الذكور. غريبة هاي معلومة جدا غريبة. أيوة، الختان الذكور كان منتشر جدا في الولايات المتحدة. في بعض المقاطعات كان نسبة المختونين 99%. 99%. وهناك حركات كثيرة تناضل ضد ختان الذكور، لأنه الإناث ما عادش في ختان أنوث إناث، أو على الأقل لا يبينوه. لكن ختان الذكور منتشر بصورة واسعة جدا، وعامة كل الأطفال اللي يلدون في المستشفيات الأم تمضي على ورقة أنها تسمح بختان ابنها. فهذه مصيبة. ويعني ممكن واحد يدخل، أنا هعطيكم رابط بعد تحت الشريط على موقع أمريكان يناضلون ضد ختان الذكور والإناث. الذكور على فكرة في الولايات المتحدة إذا أنت تناضل ضد ختان الإناث الدولة تدفع لك فلوس، بينما لو أنت تناضل ضد ختان الذكور قد يرفع عليك محكمة. عجيب. ليش؟ لأنه بتمس باليهود. واللي ساهموا في انتشار ختان الذكور في الولايات المتحدة هم الأطباء اليهود. هم الأطباء اليهود اللي رحلوا من ألمانيا وراحوا لهناك، قالوا ما دام إنه إحنا كنا في ألمانيا يتم الكشف عنا إننا يهود، أننا مختونين، فنحن نختن الجميع حتى ما يعرفش تفرق بين يهودي وغير يهودي. أيوة. ووجدوا عدة أسباب، وبعدين جاء التيار البروتستانتي المتطرف، ولكن التيار الكاثوليكي ليس أقل من ذلك، لكن خاصة التيار البروتستانتي المتطرف. وهناك عدة كتب يقول أنه إذا كان الله أمر إبراهيم أنه يختن نفسه بعمر 99 سنة فلحكمة ما. مش معقول أنه الله يأمر إبراهيم يختن نفسه إذا ما كانش فيه سبب. حتى مسؤول الدراسة الطبية في جامعة بن غوريون بعث لي بيقول لي إذا كان الله أمر بالختان مش ممكن يكون ضار.
كل الاعتقادات كلها مبنية على الفصل 17 من سفر التكوين، اللي الله بيعطي أرض كنعان لليهود مقابل الختان. هي عملية سياسية، علامة العهد بين الله واليهود، أنت تعطيني غلفتك وأنا أعطيك أرض كنعان. ولذلك اليهود متمسكين جدا بالختان حتى بين الملحدين منهم. لكن هذا لا يعني أن كل اليهود مع الختان، لكن الغالبية القصوى من اليهود مختونين. وكما قلت لك اليوم يقدر نسبة المختونين في الولايات المتحدة 60%، يعني في عدة عقود تم تنزيل نسبة الختان بقرابة 30%. وأنا شخصيا اشتغلت على الختان مدة 7 سنين. 7 سنين درست 600 مصدر في 5 لغات، وأصدرت كتابي بالفرنسي بالإنجليزي وبالعربي ومختصر بالإيطالي، والكتاب متوفر مجانا، وهو يعتبر الكتاب باللغة الفرنسية والإنجليزية والعربية أهم كتاب كتب عن الختان. ناقشت في الجدل الديني والطبي والاجتماعي والقانوني وغير ذلك، الممت بجميع مواضيع الختان. هو كتاب ضخم، صدر الجزء الأول عن الجدل الديني عند اليهود المسيحيين والمسلمين في لبنان، ثم بعد ذلك لم يقبلوا إصدار الجزء الثاني، فأنا جمعتهم في كتاب واحد. على كل، هو ممكن يحملوا الكتاب، هناك نسخة مطولة مع المصادر، ونسخة للشعب من قرابة ثلث، وهناك مع ملاحق، ونسخة مختصرة بلا ملاحق، يعني كل واحد حسب وقته. فاللي عايز يعمل بحث يمكن يعني يرجع للنسخة المطولة، للي ما عنده وقت يأخذ إحدى النسختين القصيرتين. إذا معلوماتي أنا متأكد منها، وسأعطيكم الرابط حول إحصائيات الختان في الولايات المتحدة تحت هذا الشريط في قناتك وفي قناتي. ما هو سؤالك الثاني أخي الفاضل؟ السؤال الثاني يا سيد سامي هو عن دولة إسرائيل. طبعا أنت قلت أنه دولة إسرائيل أيضا تفرق بين اليهودي وغير اليهودي، وأنها ليست دولة مدنية وعلمانية مثل ما هو مثل ما معروف عنها، يعني أو حسب ما يقال في الإعلام وهذه، ولكن هي دولة أيضا لها أسس دينية وتفرق بين يهودي وغير يهودي. فهاي كانت الحقيقة، وكان اعتراض على هذه أنه لا، الدولة الإسرائيلية دولة مدنية وما تعطي أهمية للناحية الدينية ولا تفرق بين يهودي وغير يهودي. طيب أنا هرد عليه. حالة تأسيس دولة إسرائيل، قامت دولة إسرائيل بعمل مئات المجازر ضد المدنيين غير اليهود. قامت بعمل على أساس أنهم غير يهود، يعني كقومية أم كدين؟ هم لا يفرقوا بين الدين والقومية. هو المهم أنك لا تدين باليهودية. يعني مثلا زوجته بنته لترامب تزوجت مع واحد يهودي، المستشار تاعه كيشنر ما اعرفش اسمه، وتحولت لليهودية. ومجرد تحولها لليهودية يحق لها أن تذهب إلى إسرائيل وتحصل على الجواز الإسرائيلي. بينما الفلسطيني اللي ولد في فلسطين واللي طردته إسرائيل يعني في بدايتها لا يحق له العودة إلى بلاده. وإسرائيل دمرت 81% من قرى فلسطين غير اليهودية. وأعطيك مثال عن قرية عمواس، الكل المسيحيين يعرفوها،
دولة عمواس هي كمدينة قرية عمواس اللي يذكرها الإنجيل، لقاء السيد المسيح مع تلاميذه في عمواس، فتم احتلالها 1967، وإسرائيل فرغتها هي وقريتين أخرى قريبة منها، طردت كل سكانها وجاءت بالبلدوزر ومحت القرية بالتمام عن وجه الأرض، محتها بالتمام عن وجه الأرض، وحولت المنطقة بتاعتهم إلى منتزه كندا. سموها منتزه كندا لأن اليهود الكنديين هم اللي مولوا هذا المنتزه، فهم شركاء في هذه الجريمة المخالفة لحقوق الإنسان، وهي جريمة حرب وهي جريمة ضد الإنسانية. فإسرائيل دولة يهودية بحتة، ولا تعطي نفس الحقوق. أولا الفلسطينيين اللي طردوا لا يحق لهم العودة، وأعطت أوامر للجنود اليهود على الحدود، كل فلسطيني يحاول يرجع لأرضه اطلقوا عليه النار. كل فلسطيني يحاول يعيد لأرضه اطلقوا عليه النار، وهناك قانون بهذا الأمر، قانون إسرائيلي. فما يجيش تقول لي لا دولة إسرائيل دولة علمانية، وبعدين هي بتتبجح أنها دولة ديمقراطية، لكن دولة ديمقراطية يعني هم الأغلبية اللي بيصوتوا، لكن أولا التصويت لا يتضمن الفلسطينيين الذين طردوا. صح. فهمت علي؟ الذين لا يتضمن. ثانيا ديمقراطية إسرائيل لا تعترف بمبدأ المساواة، ولذلك لحد اليوم إسرائيل ما عندها دستور. لماذا؟ لأنهم خايفين إن وضعوا دستور هيضعوا مادة تقول كل الناس متساويين، ورجال الدين اليهود قالوا نحن لا نقبل المساواة بين اليهود وغير اليهود. شيء غريب، مثل المسلمين لعد نحن بس نعاتب المسلمين، ولكن ظاهر أنه هي ما أيضا. مو فقط هيك، لما ألمانيا أخذت القوانين العنصرية كتب لهم الحاخام الأكبر تاع برلين، قال لهم نحن نتفق معكم تماما، نحن أيضا لا نقبل مبدأ الاختلاط بين الناس. فأنا أقول أن واحد من اللي حكموا بجرائم حرب في نورنبرغ اتهموه أنه هو اللي أعد القوانين العنصرية في ألمانيا، وكان جوابه أنا لم أقم إلا بنقل ما جاء في التوراة. قال لهم وحقيقة أنا أقول أن النازية انكسرت في ألمانيا ولكن انتصرت في فلسطين. النازية انكسرت في ألمانيا لكن انتصرت في فلسطين، واللي يظن أنه هتلر توفى هو غلطان. هتلر هو متقمص برؤساء إسرائيل من بن غوريون إلى اليوم، كلهم ذو نزعات هتلرية ونازية، وهذا يجب أن يعترف الغرب بذلك حتى نتمكن من حل المشكلة. فالغرب يقول نحن ضد النازية، ولكن في نفس الوقت يدعمون دولة نازية. الغرب يدعي أنه ضد النازية وأنه أشن الحرب ضد النازية الهتلرية، ولكن حقيقة الأمر هو يدعم النازية الإسرائيلية اليهودية. وقد عملت 11 شريط بالعربي و11 شريط بالفرنسي من قرابة 15 ساعة كل واحد، عنوانهم فلسطين والنازية اليهودية. فلسطين ويمكن الرجوع لهم في قناتي ومشاهدتهم، وأعطيت بالوثائق كل الإثباتات أننا أمام دولة نازية. هذا ما حبيت أن أرد على صاحبك. هل عندك سؤال ثالث؟ طبعا السؤال الثالث شوية ما كان جاذي عن الملكية. طبعا الملكية نحن نعرف أنه هي الملكية موناركية، يعني واحد حكم الفرد
اللي يحكم الملك، بس هو يقول لا حتى الملكيات. طبعا هو الظاهر يقصد الملكيات الدستورية أنه لها برلمان والبرلمان يقرر وهيك. صحيح، كلام على كلامه سليم، وأنا مريت عليه مرور الكرام هذا الكلام، لكن هذا موجود، هذا موجود يعني. وهناك بريطانيين كانوا من العائلة المالكة في بريطانيا، وعندما حاول أحدهم أن يتزوج من كاثوليكية فقد منصبه ولم يكن له الحق في أن ينتمي للعائلة المالكة ويكون مرشح لمنصب الملكة أو الملك. لازم يكون من الكنيسة الأنجليكانية. تمام. لكن هو مو كل الناس حابة تكون ملك، والمهم إنه ما تميز بين الناس على أساس الدين. صح. آخر الأمر منصب الملك خليه إلها. أنا بقول ملكة بريطانيا هي تحفة فنية قديمة تجذب كثير من السواح. صح. فهم علي؟ فيعني ما بتضر آخر الأمر، ومسلية. وأنا قلت إني أنا أعشق كثيرا ملكة بريطانيا. لو كانت أصغر شوي لكان طلبت إيدها. فهمت علي؟ لكن مش لا أضمن إنها هتقبلني. بس هي بعدها مسكينة ما فقدت زوجها، كيف؟ لا، بندبرها. احنا عندنا مثل ما عمل هنري الثامن اللي تزوج 4 زوجات. لا احنا عندنا وسائل سريعة تعرف في التخلص من المعارضين. فتوى من هون وهناك، فتوى شيء يعني. ايوه فاهم عليك. وانت يعني انت مفتي اوروبا، فمن حقك انه تفتي. هو انا كان دوري في سويسرا هو دور المفتي. ايوه انا كنت في المعهد السويسري للقانون المقارن، دوري هو اعطاء فتاوي في مجال الشريعه الاسلاميه والقانون العربي. رسميا وانا كنت المفتي الاكبر على المستوى الكونفدراليه، الحكومه الفيدراليه. وعندي مئات الفتاوى موجوده في مكتبي هنا. وحتى لحد اليوم محاكم تتصل بي بعطيهم فتاوى بخصوص الشريعه الاسلاميه. فيعني انا مفتي بكل معنى الكلمه. ما هو المفتي؟ تعرف أنا مرة واحد اتصل بي يسألني أسئلة غريبة، قلت له روح اسأل الشيخ شو تيجي عندي تحملني مسؤوليتك؟ قال لي أنا ما بدي الشيخ، أنا بفضل أجي عندك. أنت حب مرة أحكي لك إياها ربما في الحلقة القادمة أحكي لك إياها. القصة هي مثل نكتة بس حزينة جدا. طيب هلا احنا نرجع على موضوع اولا انا اتمنى للملكه عمر مديد وحياه سعيده، ولزوجها كمان اللي قرب على 100 عام يصلوا بالسلامه الى بر الامان. وانا بذاتي متزوج وليس عندي نية ان اتزوج مره واحده ثانيه، واظن اني قمت بواجبي واكثر مما لازم. الحاصل مثل ما يقول مثل عندنا اذا الله يقبلها كافي يعني. ما يقبلها ايش ما تعمل ما راح يقبلها. شو عملنا يعني؟ شو عملنا؟ اذا الواحد يقول لي انت كيف حتقف امام ربنا مع افكارك هاي؟ واحد مسلم في مؤتمر قال لي انت كيف تقف قدام الله بافكارك هاي اللي لا بتامن لا بالتوراه والانجيل ولا بالقران؟ قلت له بسيطه، لما بلتقي بالله ان وجدناه ببخششه، بعطيه بخشيش. فاهم علي؟ انا وياه بدبر حالي، ما تخاف علي. فانت ليش حاصر نفسك بين الله وبيني؟ لا تتدخل بشؤوني. فاهم علي؟ فهو مسكين ضيع، ما يعرفش شو يجاوب، شو يقول له هيك. حتى بعد مداخلتي سألت المذيعة الصحفية تقول هل هناك أسئلة للأستاذ سامي؟ أسئلة إضافية. وكيل وزارة الأوقاف المصري
قال لا 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 احنا مش عايزينه هذا، سكري ما بدنا، لا مش عايزين اسئله، هذا ودانا كلنا على مستشفى المجانين بالاخير، يعني شو بدك نساليه؟ لا سكري ما بدنا نسال. والله قال هيك ولا نشرت. من ناحيه حقوه. فيعني شو اقول لك هذا الحاصل. احنا حنرجع لموضوعنا الرئيسي. فرجيتك المشاكل اللي موجوده لما انت بتعمل دين دوله الاسلام وتاخذ الشريعه الاسلاميه تطبيقها. ف شفنا الحلقه السابقه ايه العواقب، يعني الاحوال الشخصيه وغيرها من الامور، لكن هناك ناس برضو متضررين، هناك ناس متضررين وهناك ناس متزمتين. فهي الدول العربية نكون صريحين لا تطبق الشريعة الإسلامية بحذافيرها. نحمد الله انه لا تطبق الشريعة دي، لانه لو تطبق الشريعة الإسلامية واليهود يطبقوا الشريعة اليهودية بحذافيرها مش هنخلص. انت تصور ان التوراة كارثة على البشرية. تعرف انه التوراة تقول اللي يشتغل يوم السبت يجب ان يقتل. فيعني تصور المصيبة. حتى اليوم في ضواحي في القدس يسكنها المتدينين ممنوع النقل العام يتنقل، ممنوع، يرموه بالحجارة. عجيب. ايه هذول همج على كل. مو مشكلة. وشوف الحلقات التبشيرية وحامد عبد الصمد وغيره ابد ما يتكلموا في هذه المواضيع. الظاهر انه ما عندهم يعني اهتمام به. هو حامد عبد الصمد كان سالونه قال ليش انت بس تهتم بالاسلام؟ قال لانه الاسلام هو اللي يتحرش معنا، مثل ما اليوم انت قلت في سماعتها مع الاتراك، قالت لانه الاسلام هو يتحرش بينا فنحن مجبورين نجاوب. لانه هو اما نحن يقول يعني حامد عبد الصمد وانا احبه كثير وسابعث له تحيه من هون لانه حقيقه انا احب هذا الانسان. هو ايضا كثير منطقي، كثير يعني يتكلم بصوره جيده وهذه هو موضوعيه. فقال هو انه انا البوذيه ولا ما قالت لي انه اللي ما يتبع البوذيه هو مشرك يقتل، فما تحرشوا بينا. فما قالوا المشركين او الملحدين يقتلون، بس انا برد عليه هيك وما زالوا اليوم يقولون. فلذلك نحن مجبورين مثل ما انت قلت في الحلقه مع الاتراك، مجبورين نحن انه نبين وان نوضح موقفنا ونوضح وننقد وننتقد يعني هذه الافكار اللي نعتبرها هي افكار يعني هدامه، يعني مش صحيحه. واخي الفاضل بس انا هرد عليه. اسرائيل دمرت 81% من قرى فلسطين. نعم. 81%. فما تقدرش تقول ما بيعملوا شيء. صح. استاذ سامي تعرف انا مو لانه يتدافع عن هذا وعن ذاك، لكن لا. مع الاسف الشديد في الشرق الاوسط هالشيء جاري يعني على الكل. هذا نحن المسيحيين والاشوريين خاصه في العراق او في تركيا وفي ايران نحن ايضا عملوا هيك بينا. كم قريه دمروا وشردونا يعني من زمان، مو من هسه مو من هلا، هي 1400 سنه هيك. مثل ما قلت لك فد مره انه يجي والي يقول لا شوف انا المسيحيين مليح مشتغلين هذه، لا تعالوا انتم من الذين امنوا ومن الذين كفروا. يقول لا انتم تشهدوا لا اله الا الله محمد رسول. لا نحن مسيحيين. فانتم لازم تعطون جزيه، انتم لازم هيك وهيك وهيك وهيك. فحتى في نكات نحن على هذه، طبعا راح طول المساله اذا احكيها. فهالمساله انه اخذ الاراضي من غيرها وهذه موجوده هذه بالشرق الاوسط، مو بس اليهود سووها. اليهود طبعا يعني نحن راح نحكي موضوعيا، هم ايضا شافوا بانه تشردوا بكل العالم وانه عندهم الارض التاريخيه، ما نقول الله تعالى، لكن هم تاريخيا كانوا ساكنين بها مده طويله، فارادوا يكون يرجعون. فانت تعرف انه عرضوا عليهم اوغندا ما اعرف ايش برازيل مكانها، قالوا لا هاي ما عندنا بها جذور تاريخيه، انما الارض اللي عندنا جذور تاريخيه بها هي فلسطين. ف يعني بس اللي تقول يعني هيك
انا اوضح لك النقطه. ظلم من ما يعمله، انا اعمله، انت تعمله، اسرائيل تعمله، او عرب يعمله، كل من يعمل الظلم، كل من يغبن الاخرين، طبعا مو صحيح. نحن ضد هذا الشيء، ضد الظلم. بس انا برد عليك بهاي النقطه. ابونا، ارض فلسطين كان ساكنها اولا وثنيين، سميها اللي تريده، ثم منهم صاروا يهود، ومنهم صاروا سامريين، ومنهم صاروا مسيحيين، ومنهم صاروا مسلمين وغصب عنهم. انا باكد لك انه ما فيش مسلم واحد في فلسطين دخل الاسلام بارادته. صح، مثل ما يعني كل سكان فلسطين هذه ارضهم التاريخيه، كل هذه ارضهم التاريخيه. يعني ما جايين من خارج فلسطين لا، بتجيب لي بنته لترامب وتقول لك حق تسكن؟ انت شو لك علاقه بارض فلسطين؟ العرب الموجودين في فلسطين كلهم سكان اصليين لفلسطين، ام عرب اللي احتلوا؟ هم اصليين، ما فيهم محتلين، يعني عرب اللي جو من الجزيره العربيه وغيرها. شو الاحتلال؟ كانوا يطلعوا السكنه ويفرضوا عليهم الجزيه، وقليلا قليلا يتحولوا الى الاسلام. يعني مثلا غزه 90% كان منهم انجليكان، كانوا كاثوليك. كل سكان الخليل كانوا يهود، وانت تعرف الخليل هذول تجار، قالوا احنا شو جابرنا ندفع جزيه، بنتحول للاسلام وخلصنا. فهذول هم السكان الاصليين. يعني مدينه نابلس لحد الان هناك اقليه سامريه لحد اليوم اللي تكلم عنها المسيح. بس عزيزي 80% من سكان نابلس اصلهم سامري، والسامريين هذول ما وقعوا من القمر، وما اجوا من روسيا ولا من بولندا ولا قرابته لترامب. هذول اهل البلد، هذول اهل البلد. فجوا هداك بحجه انهم والله يدينوا باليهوديه، وهذول لا يدينوا باليهوديه، فطردوهم وهدموا قراهم. فهذول مش داخلين على المنطقه، الداخلين هم اليهود اللي اجوا من بولندا ومن روسيا ومن فرنسا ومن سويسرا ومن مناطق اخرى. اليهوديه كالمسيحيه انتشرت دينيا، كالاسلام انتشر دينيا. فما تقدرش تقول لي والله علشان انا والله بدين في دين. يعني مثل ما تقول انت مش مسيحي وفلسطين بلد المسيح، مش هيك؟ صح. هتقول لا انا بدي ارجع لبلدي، ما هو المسيح من فلسطين. المسيح طبعا كان يهودي لا بس يعني ما هو هم بيعتمدوا على الدين. انت تعرف مليح انه اليهوديه يعني ليست دين فقط، هي ايضا كقوميه صارت. ولو انه الله تعالى في البدايه هو اللي اسس اليهوديه، يعني اليهود الشعب اليهودي من ابراهيم واسحاق ويعقوب. نحن نقول طبعا باللاهوت انه لغرض ديني، يعني لغرض انه ايش؟ ان يحضر يكونون بوتقه منها يخرج المسيح المخلص. هي بمرور الزمن اعتبروها امه، اعتبروها قوميه، يعني قوميه. قلبي انا ما بدخل في المعتقدات الدينيه، انت امن باللي تريده. المشكله عندنا انه 80% من قرى فلسطين تم تدميرها وتشريد اهلها لذنب واحد، انهم غير يهود. يعني لو بكره الفلسطينيين بصيروا يهود ما عادش في مشكله، اسرائيل تعطيهم كلهم الجنسيه الاسرائيليه، يعني يعترفوا يقبلوه. بس هل لما هم خايفين ما يقبلون غير اليهودي يكون يهودي؟ ما هو يعني اليهوديه ما هي ديانه تبشيريه، ما تقول تبشير. بس ما هو بنته لترامب كيف صارت يهوديه؟ هاي فقط بالزواج طبعا، هاي شيء اخر. لا مو فقط، لا مو فقط، هذا آلاف صاروا يهود بفضل الزواج وبفضل ظروف سياسيه. بس ما اظن هي يقبلون تبشير، ما عندهم اليهود. مو مشكله بس هم يقبلون. ابونا يقبلوا او لا يقبلوا، هناك ظلم وقع على سكان الارض الاصليين. هم صاروا مسلمين مش بخاطرهم. استاذ سامي اسالك انه شو الحل هسه؟ الداء
الداء نعرفها كلنا، هاي صار لها 70 سنه هالاسطوانه هذه المشروخه يعني. بس شو الحل حسب رايك؟ شلون تنحل هالمساله؟ انا ابونا حكيت لك في الشريط السابق القضيه هاي الى 70 سنه وانا بحلها ب7 دقائق. كيف؟ انه اليهود يتخلوا عن مبدا العنصريه والمسلمين يتخلوا عن مبدا العنصريه ويعاملوا الجميع كمواطنين. صح. هذا طبعا هذا الحل مو فقط لفلسطين ولكن لكثير من الدول العالميه. تمام. وهذا اللي صار في سويسرا. صح. هذا اللي صار في سويسرا بين كاثوليك وبروتستانت. انا ذاك يوم كنت اقرا انا الدستور السويسري اللي انت مترجمه، حقيقه جتني هالفكره، قلت شوف هذا جدا يرهم يلائم يناسب الدول هذه اللي بيها تعدديه طائفيه، تعدديه قوميه، تعدديه لغويه، تعدديه دينيه، مثل ما هي كل الدول تقريبا العربيه، من العراق، من سوريا، من لبنان، من مصر، من غيرها وغيرها، يعني في هالدول. هذا الدستور السويسري يعني يرهم كثير. انا اتذكر لما صارت الانتفاضه بالعراق سنه 92 وانا كنت في شمال العراق، وخرجت حكومه صدام، كل دوائر الحكوميه انسحبت لان الامريكان دخلوا والاكراد اللي كانوا تركوا نزلوا الى المدينه الى المدن وهذه. فاتذكر انه كان في نقاش قسم من الكبار الاحزاب الكرديه، كبار الحزبيين نقول، عطوا هالفكره هذه، قالوا نحن ليش ما نعمل بالعراق نطبق النظام السويسري، نظام الكانتونات. على ابونا اوضح لك في الاعمال التحضيريه للدستور العراقي ذكروا ترجمتي للدستور. حلو. ذكروا لانه رجعوا للدستور اللي انا ترجمته، وحتى على الاستعمال العبارات القانونيه، لانه انا اعطيت ترجمه عربيه للعبارات السويسريه. فالمشكله لا اليهود ولا المسلمين قابلين بمبدا المواطنه. ايوه، مبدا المواطنه هذه هي، هذا هو الحل الصحيح. اتذكر استاذ سامي بال 62 كان هنا، انا كنت في الصف الثاني المتوسط، عندنا نقول يعني الصف الثامن. كان عندنا ماده وكتاب صغير ولو قليل صفحاته اسمه التربيه الوطنيه. أيوة. هالكتاب انا هسه ادور ما اعرف اذا اكو احد عنده من هالكتاب هذا. كان فيه معلومات جدا مفيده جدا جيده، كان يحكي عن المواطنه وعن الوطن وعن الانانيه والاثره، ويحكي عن التسامح، يحكي شلون انه وبعدين كان اتذكر حط مقومات الوطنيه، شو تقريبا كان 7 8 او اكثر، 14 نقطه مقومات الوطنيه. كان كتاب كلش جيد، كان تربيه كلش حلوه حقيقه. بس بعدين الغوه لازم جماعه قاموا يقعوا، لا هاي ما ترى ما ضد ايماننا ضد ديننا وهيك، الغوه الكتاب هذا. ابونا انا رحت على مكتبه اشتري كتب في الرياض، اشتري كتب غير القصه اللي حكيتها هذيك اليوم. هذا انا دخلت المكتبه كان معرض الكتاب، واحد له لحيه طويله بيقول لي انت مش ظاهر عليك سعودي. قلت له لا انا مش سعودي. قال لي يعني انت مش مسلم؟ قلت له لا مش مسلم. قال لي انا عايز احولك للاسلام. معرض الكتاب. قلت له اخي الفاضل انا جاي اشتري كتب، مو جاي اسمع خطبه جمعه. قال لي انت مش اخي. قلت له يعني كيف يعني مش اخي؟ قال انا اخي فقط المسلم. قلت له طيب انت اخي بالعروبه. قال لي العروبه شرك. قال لي العروبه شرك، انا ما اقبلش، انت اخي فقط ان صرت مسلم. قلت له طيب ايه نقول انت اخي بالانسانيه. قال له انا ما اعرفش الانسانيه. ابن الحلال اللي صاحب المكتبه كان عايز يبيع كتب مو عايز يناقش دين. قال لا اخي هذا غريب يعني جاي يشتري كتب ما يصير. وانا قلت له انت خذ تاشيره لسويسرا وتعال عندي ومناقش ليل نهار ما في مشكله.
اما من هون تقعد تناقشني وتجمع كل البلد علينا في معرض الكتاب، بصير حكي مثل هيك يا سيدي. حل عن ظهري اخر الامر، حل عن ظهري. بس المشكله اقول لك، تعرف ابونا سان بارتلمي، مذبحه سان بارتلمي اللي صارت عام 1572، تعرف الكاثوليك، الكنيسه الكاثوليكيه دقت الجرس، وكان الاشاره علشان الكاثوليك يهجموا على البروتستانت، وقتلوا في يومين ثلاثه بين 8,030,000 بروتستانتي في فرنسا في 3-4 ايام. قالوا له احنا مش هنخلص. معلش. فهم لولا حل المواطنه حلوهاش. وحتى نابليون، تعرف اليهود ما كانش عندهم الجنسيه الفرنسيه، قال لهم شوفوا انا بدي اعطيكم الجنسيه الفرنسيه لكن على شرط. جمعهم في قاعه هيك وسكر الباب عليهم. على مين هاي؟ نابليون بفرنسا. على مين عمل هيك؟ نابليون مع مين عمل؟ مع اليهود. اليهود. اوكي. قال لهم انا عايز اعطيكم الجنسيه الفرنسيه لكن على شرط تجيبوا على اسئلتي. فوضع عليهم اظن 10 او 12 سؤال، جمعهم وجمع 70 واحد مثل السنهدرين، تعرف سنهدرين، وسكر الباب عليهم وبعث الممثل تاعه قال له شوفوا نابليون عايز يقربكم ويعطيكم الجنسيه الفرنسيه، ويا ويلكم اذا ما قبلتوا هذا التقريب. المشكله هنا انه لا اليهود ولا المسلمين بيقبلوا مبدا المواطنه يا سيدي. ولو بيقبلوا مبدا المواطنه ما وضعوا الماده اللي تقول الاسلام دين الدوله. صحيح، هذا صحيح طبعا، هذا يتناقض مع مبدا المواطنه اكيد. ايوه، فانت ازاي تساوي دوله مواطنه دينها الاسلام؟ فهم علي؟ واحد قال لي لا هي عباره، استاذ جامعي قال لا هي شكليه، يعني مشان تبين انه الاكثريه هم مسلمين. قلت له خلاص اكتب في الدستور مصر اصل فرعوني وفي 3 اهرامات. هذا واقع، وهيك بتلزم السواح لك. اذا انت بتفكر انه فقط شكلي او يعني بتبين الواقع، اهو اكتب لي في الدستور. وحتى الكنيسه القبطيه قالت لهم احنا بنرفض هذه العباره، وانا عندي النص اللي بعثته الكنيسه القبطيه لما عملوا الدستور قالوا احنا ما بنقبلش هاي الماده. وتعرف الازهر شو قال لهم؟ قال لهم اذا تهدفوا ماده الاسلام ودين الدوله ثاني يوم بتصير حرب اهليه. شيء غريب. ايه ونفس الشيء اليهود تقول لهم احنا نعمل على دوله مواطنه، اليهود يذبحوا بعضهم. هم اقليه. تعرف انه 99% من اليهود يرفضون مبدا المواطنه. 99%؟ ايوه، يعني 99% هم ذو ميول نازيه. يعني مو فقط هو المتدينين لا انت اسال كلهم هل تقبلوا برجوع اللاجئين الفلسطينيين؟ يقول لك لا. هل تقبل باعاده بناء القرى اللي هدمتها اسرائيل؟ يقول لك لا. هل تقبل تعطي الجنسيه الاسرائيليه لكل الفلسطينيين المتواجدين على ارض فلسطين التاريخيه؟ يقول لك لا. ف99% من اليهود الموجود وحتى في العالم كله نفس النسبة. أنا واحد يهودي التقى هذيك اليوم هنا في القرية، بيقول لي سمعت إنك فلسطيني. قلت له إيه؟ قال لي وأنا يهودي وأنا عايز أصل معك لحل. قلت له أهلا وسهلا بك، ليش لا؟ قال لي وإيش الحل؟ قلت له دولة المواطنة. قال لي ما أقدرش أحكيها لجماعتي في نيويورك. قال لي لو أحكي لها أحكي لهم هاي الفكرة برجموني بالحجار. قال لي بس انتوا عايشين في امريكا، وامريكا هي دوله مواطنه، دوله هذه ايوه. قال لي بس انا عايز الفلسطينيين يتبحبحوا، يعني يعملوا تنازلات. قلت له تتنازل على شو؟ اكثر من 80% تدمير قراهم، عايز اكثر؟ شو بدك؟
قلت له أنت ترضى إني أنا أتعايش مع دولة نازية؟ قال لي لا، ما هي بكل ما هي ما بتصير دولة نازية. قلت له لا، هي دولة نازية ما دام إنها لا تقبل رجوع الفلسطينيين إلى ديارهم وإعادة بناء القرى، وترفض إعطائهم الجنسية الإسرائيلية وحقوق متساوية للجميع وعمل دستور موحد للجميع، هي دولة نازية. بس هي طبعا يقولون نحن نخاف انه اذا اليوم اعطينا الفلسطينيين هاي بكره يطالبون كل هذه كل البلد ويطردونا نحن ويرمونا بالبحر مثل ما قالوا. انا اتذكر لما صارت حرب 67 كان عندنا جيران من المسلمين هذه، فابنهم كان نائب ضابط يعني بالجيش كان الحاصل، فكان على اساس يروح هو وحدته تروح فلسطين تحارب. فتعرف ابوه ايش قال له؟ قال له ابني شوف لا تنسى تجيب الي هم فد مره يهوديه هيك حلوه يعني بعد كان يفكر بالسبي وهذه. قال لي نروح نذبهم بالبحر اليهود كلهم وناخذ نسوانهم واولادهم ونجيبهم. هيك كان سنه 67 هاي اتذكرها كلش منيح. ابونا بدي احكي لك شيء. في سويسرا عندنا 4 جنسيات، 4 مو واحده، 4 مع 4 لغات. أيوة. مع جميع الاديان اشكال وانواع. نعم. والالمان هنا 70% ومراتي منهم. كويس. لا عاد انت من الاكثريه يعني انت ظهرك قوي لا انا مظلوم يا سيدي، انت ما تدري. بمزح. لا هي بنت حلال، هي بنت حلال يعني. حرام يعني تهجم على الناس. هنا الالمان 70%، السويسريين الفرنسيين 24%، الايطاليين 5% بس. وروماش 1%. ما حدش خايف من الثاني بسبب العدد. ليه؟ لانه في مبدأ المساواة. صح المبدأ هذا يقبلوه كلهم يعني ماكو حد. ايوه هنا ما تقدرش اكثريه ولا اقليه. يعني انا ما قلت لك بدايه بالحلقات الاولى اني انا بكره هعمل قانون وخلي الشعب يصوت عليه، اقترح قانون وخلي الشعب يصوت عليه. الحكومه هتبحثه باول نقطه، هل هذا المشروع يحترم مبدأ المساواة ام لا؟ حلو. اذا لا يحترم مبدأ المساواة ما بخليكش تجمعوا له، ما بخليكش تجمع بعض. مهم جدا، مهم، نقطة مهمة جدا. ببعثوا لك ورقة مشروعك حطه في بيت المية. لأن أنت تخالف مبدأ دستوري. صحيح. فهمت علي؟ فهنا لازم إنك تضع دستور مثل بسويسرا إنه هذه دولة مواطنة، ومبدأ المساواة. لا إسلام دين الدولة، ولا يهودية دين الدولة، ولا سامرية دين الدولة، ولا درزية دين الدولة، ولا غيره. احنا مواطنين. فهمت علي؟ فإذا تقول لي ما هو الحل أنا بقول 7 دقائق، مو أكثر من 7 دقائق. يا أخي يختاروني ونفشلت قولوا لي روح. بس يا أستاذ سامي هل يقبل؟ أنت نفسك قلت ما راح يقبلوا. ليش؟ لأنه تربيتهم على هذه صايرة، فهي هذه عملية طويلة لازم تبدأ من الروضة، من الروضة، وبعدين ابتدائية يعلمون الأطفال على هذه، مثل ما يعملون هون في السويد. هون في السويد يهتمون كثير بمرحلة الكندرغارتن أو روضة للأطفال. من هناك يعلموهم الديمقراطية، يعلموهم التسامح، يعلموهم قبول الآخر، يعلموهم المساواة، يعلموهم أنهم ما يستهزئون بعضهم بعض، يعني ينطون أهمية جدا كبيرة على عدم الاستهزاء بالبعض حتى لو كان معوق واحد أو أيش ما كان. فاللي يستهزئ بصديقه يعاقبوه، يقولوا. فيريدون أن يعلمون الأطفال، يزرعون بهم من صغرهم احترام الآخر، قبول الآخر، والتعايش السلمي مع بعضنا بعض.
هذا مهم، والمساواة مثل ما قلت، بس من الروضة شوف من الصغار. فنحن أيضا عندنا، أنا حكيت عنه في مرة من المرات، أنه قلت لازم نبدأ لما صارت الاحداث سنه 92 بالعراق. كنت اقول للجماعه القسم من اللي اعرفهم مسؤولين وهذه انه لازم نبدا، لانه من هسه لازم واحد يبدا. كنا نحكي عنده واحد قال لي جيراني كان من تقريبا من الوساء عشائر، يعني عشيره صغيره من الاكراد. قال لي ابونا شجره الديمقراطيه ما تنمو بالاسلام، لا تنمو في الاسلام شجره الديمقراطيه. قلت له صحيح. الاسلام ايضا بشر بهم ناس مثقفين. قال لي اعرف بس صعب جدا. فقلت له اذا لازم تربيه جديده، لازم اعاده تربيه، اعاده تنشئه، وهاي لازم نبدا بها من هسه، منهم صغار، من الانسان لما يكون صغير لازم نبدا، لازم تبدا. ليش انتم تحطون اموال كثيره وجهود كثيره في امور اخرى لكن ما تهتمون بهالناحيه، واللي هالناحيه هي الاساس؟ اذا انتم قومتم الاطفال وربيتم الامهات على هالفكره هذه، يواش في خلال 30 سنه مو كثير راح تكون الديمقراطيه تكون شيء مقبول لازم وكلهم مقتنعين بها. وذاك الوقت حتى لو تقولون أنه نظام ديمقراطي، مساواة، مواطنة، ما أظن هناك يكون كثير اللي يعارضون. بس هسه في هالعقلية الموجودة، وخاصة مثل ما أنت دائما تركز عليها، أنه خاصة أنه مصدرها ديني، يعني يعتبرون أنه الله الذي لا أحد يقدر يصله طبعا هو قال هيك. فإذا تقول لا مو هيك، ولا أشوف كيف ممكن نبرهن، روح اسأل الله. أيوة. تعجيزي يعني يعجزك. لذلك التربية كلش مهمة. يعني أنا حتى في مرة كنت أحكي مع رئيس كنيستنا حول احنا الاشوريين، المسيحيين عامه والاشوريين والكلدان والسريان خاصه نعاني كثير في الدول هذه الشرق الاوسط. حتى انه قلت يعني نحن ما راح نخلص من هالمشكله، ليش ما نشوف لنا في الجزيره؟ قلت له انتم الكبار عندنا ناس كبار مدنيين حتى عندهم امكانيات ماليه وهم تجار وغيرهم وعندهم معامل، ليش ما تشوفونا في جزيره صغيره؟ خليتكم بعيده عن الشرق الاوسط، ما اريد تكون قريبه عن جذورنا التاريخيه. المهم هي الشعب هذا يجتمع فيها، ويواش انه نقيم ننشئ جيل جديد. هو قال لي لا، نحن لو نكون نجتمع وهذه بهالعقليه اللي عندنا نحن، التربيه الماخذيه ايضا من جيراننا اللي عايشين معاهم، راح ناكل بعضنا البعض، يعني راح نتحارب بيناتنا، كل واحد يريد يصير هو الرئيس، هو يكون المسيطر. قلت له نعم صحيح. فلذلك لا تكون خلال 30 سنه خليه تحكمنا جماعة أخرى، مثلا دولة من دول الديمقراطية الموجودة، فتبدأ من الصغير من رياض الأطفال وبعدين ابتدائية، تنشئ هالنشء الجديد على على هالفكرة، على أبونا يعني بعدين بعد 30 سنة قلت ذاك الوقت نحن الجيل اللي يقوم، الجيل الجديد هو يحكم. قلت له صح، أنا وأنت الجيل القديم نحن داخل في عقليتنا، يعني مبرمجين من صغرنا على هيك، على عدم الديمقراطية، على عدم كل واحد يريد هو يكون مسيطر، ونعتبرها أنه إذا ما أنا أكون مسيطر مع هاي ضعف، هذا دليل ضعف، فأنا لازم أكون قوي وأنا أنا أفرض هيك. يا أستاذ تمام. في نكتة من مؤرخ أظن يوناني راح الجزيرة العربية، شاف البدو يجتمعوا، يقولوا انتم شو عاملين؟ قال احنا قاعدين نختار رئيس قبيلة. قال له خلاص حلو جدا يعني بعد ساعة بمر عليكم مشان اهني رئيس القبيلة. رجع بعد ساعة قال له وين رئيس القبيلة؟ قال ماكو رئيس قبيلة. قال له ليش؟ قال له لأنه كل واحد صوت لنفسه. فأبونا أنا بقول دائما نحن نركز على شيئين، نحن نريد دولة ديمقراطية، وهذا خطأ، لأنه هتلر كان ديمقراطي، لا تنسى
انه هتلر كان اكثر ديمقراطيه من فرنسا ومن ايطاليا ومن انجلترا. غريب. كانوا مؤيدينه في المانيا بالنسبه المئويه اكثر من اللي ايدوا الحكومه الفرنسيه والايطاليه والانجليزيه. هو كان اكثر ديمقراطيه منهم. هو قال لهم انتم بتلوموني على شو؟ على الديمقراطيه؟ ما انا ديمقراطي اكثر منكم. نصوت نشوف مين مدعوم اكثر، انا ولا انتم. قال لهم هيك. فالديمقراطيه احنا لازم ننساها. والنقطه الثانيه لازم ننسى كلمه العلمانيه، لانه العلمانيه المسلمين بيعتبروها تعدي على الاسلام. صح. فلهيك انا دائما اقول نريد دوله مواطنه. فتمسك الواحد بخناقه تقولوا انت مش عايز تعاملني كمواطن مثلك. معلوم، اهلا وسهلا بيك ولو. فاهم علي؟ اما تقول له علمانيه بقول له لا، هذا العلمانيه الحاد. العلمانيه كفر ضد الدين، كفر. وحتى الديمقراطيه كفر بقول لك، لانه الاكثريه هي اللي تصوت على القوانين. ولو سويسرا انك تمشي على مبدا الديمقراطيه صارت بلد فوضى، صارت دوله عنصريه. المبدأ الأساسي هو دولة المواطنة، مبدأ المساواة بين المواطنين. لكن إحنا ما بعلمونا هذا. تعرف أنا في الجامعة تاعتي بسويسرا أبدا ما علموني هذا الكلام. أي كلام. إنه هي مبدأ المساواة هو الأساس مش الديمقراطية. أيوة. كلية القانون عمرها ما عملت مقارنة بين المبدأ الديمقراطية ومبدأ المساواة أبدا. كانوا يقولوا لنا الماده الفلانيه تقول هيك، والماده الفلانيه تقول هيك، والماده الفلانيه تقول هيك، وعبوا لنا راسنا بمواد وجعوا لنا راسنا بمواد. بس تفكير اخلاقي معطونا. يعني مثل ما قلت لك اخر مره، عمرهم ما قالوا لنا انه ما فيش ماده الحق في سلامه الجسد وثيقه حقوق الانسان. لو يقولوها الطلاب حيقولوا انت شو تضحكوا علينا ولا شو؟ هاي بلد متحرر. فهمت علي؟ فهذول امور اساسيه لا يعلمونها. فانت لما تقول لي احنا عايزين دول ديمقراطيه تحكمنا، لا، لانه بعدين هتلر بيجي بيحكمك. ممكن يستغلون ديمقراطيه، واحد يستغل يطلع وبعدين هو لا ما يمارس ديمقراطيه، يمارس الاستبداد. هي هاي مشكلة. لانه هتلر اكثر ديمقراطيه من سويسرا. يعني هو استغل الديمقراطيه حتى يصل للحكم. لما وصل للحكم ما مشى بالديمقراطيه. لا مشى بالديمقراطيه. كيف؟ معلوم كلهم كانوا معاه، ما حدش خالفه، قليل اللي خالفوه. هو كان اكثر ديمقراطيه من سويسرا ومن فرنسا ومن ايطاليا ومن انجلترا، اكثر ديمقراطيه. لكن المشكله الوحيده بتاع هتلر انه ما كانش يعترف بمبدا المواطنه. فيجوز ديمقراطيه بدون مواطنه؟ لا، ما هو الديمقراطيه بلا مواطنه يساوي نازيه. ما هي ديمقراطيه؟ ليست ديمقراطيه. لا، الديمقراطيه تعني حكم الاكثريه، حكم الشعب. ايوه، حكم الاكثريه. يعني اذا عندك 9 حمير بصوت الاحمر. فهمت علي؟ يعني انا كنت اقول لتلاميذي في الجامعه، شوفوا احنا في القاعه هنا 30 واحد، الوحيد اللي عنده لحيه هو انا. 29 منكم بصوتوا اللي له لحيه نقطع راسه. هذه ديمقراطيه. تزعل ليش؟ مش انت من الديمقراطيه؟ بس الديمقراطيه يعني لازم تكون لها عداله، تكون بها عداله. لا، ما هنا المشكله انه الديمقراطيه لوحدها لا تساوي شيء. طبعا. هو اللي اساس هو مبدا المساواه. المبدا المساواه، ولهيك احنا نقول احنا لجماعتنا والملحدين وغيرهم كلهم، انتم ركزوا على مبدا المواطنه، اتركوا كلمه علمانيه. هم يقولوا نريد مجتمع مدني، مش واضحه. بس احنا نقول
نريد دولة مواطنة، يعني الوطن لله، لا الوطن الدين لله والوطن للجميع. هنا وضحت. صح. مصر دولة مواطنة، اعتف المادة الثانية من الدستور. فهم علي؟ اللي تقول الإسلام دين الدولة. ثاني يوم بصير حرب أهلية، مو مشكلة، يصير حرب أهلية، يكسروا بعضهم، بعدين يفهموا مثل سان بارتلمي والله هاي مو خوش فكرة، مو خوش فكرة. مش هيك يقولوا عندكم العراقيين؟ مو خوش فكرة. هنقول شو هالحكي؟ هذا حكي. عارف احنا في قريتي يحكوا هيك، يحكوا هيك. يحكوا هيك. هيك. ايه لما اجى البابا على بيت لحم، انا كنت مريض، كنت في الكليريكيه نايم في غرفه النوم. ففي ستات ثنتين من القريه يجوا ينظفوا غرفه الاسره. واحد بتسال الثاني تقول له يا خايسي شو اطعموا اليوم؟ لازم كانوا من العراق. شو؟ لا هذول القريه هيك سمعتوا شو بتقول لها؟ شعت ومرشد عدس. يعني كعك ومرقة عدس، بتقول شعت ومرشد عدس. واتذكر هذا كان عمري تعرف 13 سنه او 12 سنه ولسه حافظها الجمله هاي، ما تضحك عليها. تعرف اطعموا البابا شعت يعني كعك، فاهم هاي؟ شعت ومرشد عدس. شوية مختلفة عن فيها، بس المهم أنا أتذكر كان عندي 2-3 من صفت. صفت طبعا كان هي قرية صفت كان مهدومة، بس ما كان يعيشون لا صفت كان موجودة، بس قريتهم هي كان يقولوا لي قريبة عن الصفت، بس شو اسمه يعني مدمرة. الكنيسة باقية، يقول نروح مرات نحن ننظف الكنيسة وهذه. فكان يقولون لما يسمعونا نحن كعدنا 2-3 عراقيين أيضا هناك بروما لما كنا نقرأ هناك، فنحكي مع بعض نقول سيمبالك. يقول انتم كان عندنا نحن طبيب يهودي اصله من العراق، هو كان يقول هيك سيمبالك انتم بتحكون مثله. طبعا نحن بالعراق هيك يقولون، خاصة بالشمال العراق، موصل اللهجة المصلاوية، سيمبالك ولك سيمبالك يعني دير بالك، ودير بالك، وبالتالي يقولون دير بالك سيمبالك يعني انتبه. الحاصله احنا حنرجع لحلقتنا، هاي صارت ساعة. صح. لو نكمل، بس الكلام اللي حكيناه كان مفيد. ايوه لكن مش مهم. الحلقة القادمة حنقول كيف المسلمين عايزين يخرجوا من المشكلة. ايوه آمل انه ما يجيش واحد اخر من اصدقائك وينتقد اللي حكيته نعود نرد عليه، مش هنخلص منه. فانت كلهم خلي يقولوا استاذ سامي مليحه هاي، يعني معناته انه كيهتمون، يعني يهتمون بالموضوع. فنحن طبعا هون اقدر انا اقول بين اليوم نقدر انه نختصر الموضوع، انه الحل الاساسي والجذري هو ان تكون هناك دوله مواطنه. صح. مواطنه لا مبنيه على القوميه ولا الطائفيه ولا الدين ولا العشيره ولا قبيله ولا غيرها، وانما مؤسسه على الوطن والمواطن فقط. تمام. صح. هذا حقيقه، هذا حل يعني جذري، حل عام واساسي، يعني حل اساسي هذه. فخوش نحن اظن خوش، خلينا نقولها بالعراقي، خوش حل سوينا اليوم، خوش حل. لا مهم احنا وضعنا النقاط فوق الحروف. ايوه وده مهم، لانه في ناس بيحكي لك في الديمقراطيه وما بيدري شو هي الديمقراطيه، وما بيعرف انه هتلر كان ديمقراطي، وما بيعرف انه اسرائيل دوله نازيه. فهم علي؟ الان انجبر يعترف.
على كل اللي يحمل كتابي عن الختان يحمله مجانا، واللي عايز يشوف اشرطتي فلسطين واليهوديه النازيه والنازيه اليهوديه يشوفهم بالعربي او بالفرنسي، من قرابه كل واحد ما اعرفش 15 ساعه كل حلقه، بالعربي وبالفرنسي 15، يعني 30 ساعه عملتهم نفس الشيء فرنسي وعربي. اوكي. ابونا انا جدا سعيد اني التقيت معك اليوم، ما تقدمنا صحيح لكن احنا عندنا حلقه قادمه، اذا رد المسلمين على المشاكل، كيف حيحلوا المشاكل. فانتظرونا الحلقه القادمه يا اخواني الفاضلين، ولا تطرحوا اسئله اليوم، خلوها بالواش هادي يواش ايوه علشان انتوا على يواش على اقل من مهلك على اقل من مهلك اوف يواش كلمه يواش هي تركيا. وعلى كل اللي يعرف تركي واللي يفهم عربي، لانه عملنا حلقه مع اخواننا الاتراك هو مترجم حباب جدا، اتصل بي قال لي انا ترجمت لك عده حلقات ولا عمرك جيت على قناتي، شو انت زعلان علي؟ قلت له لا، شو زعلان؟ قل ازعل عليك؟ قال لي خلص تعال عندي. فرحت عملت معها حلقه، هنعمل حلقه ثانيه من مده ساعتين، فهمت علي؟ وان شاء الله في الاسبوع القادم هنعمل حلقه ثانيه. حضرتها هي اكثر من ساعتين كانت. اعجبتك؟ كلش عجبتني، وكانوا يعني مندهشين هي حقيقه، يعني من اجوبتك يعني حقيقه. اجوبتك كانت فظيعه يعني فظيعه. الاتراك يحبوني، وانا بقول يعني ده واجب انه نوصل حتى كلامنا للي ما بفهموا عربي او هيك، يعني في عربي في تركي. جدا للاتراك مهمه جدا هذه، وايضا الفرس يعني مثلا اقول يا ليت كان ايضا بالفارسي يعني قسم يعملوش الامور هذه. ايوه وانا اعمل ايه يعني، على كلنا كل حلقاتي متوفره وكتبي متوفره مجانا، فحملوها. ترجماتي الفرنسيه والايطاليه والانجليزيه هي للبيع، ولكن اذا واحد ما عنده فلوس يكتب لي وانا ببعثها مجانا، ابعثها مجانا على الراس والعين، ما في مشكله. فهم علي؟ يعني انا مو بركض وراء، انا بقول دائما حق القارئ اهم من حق المؤلف. نعم انا اذكرها دائما. ايوه هذا مهم، وانا لهيك انا طلبت منك انك تعمل الحلقات تاعونك بالعربي وتضع كتابك مجانا، كتاب القواعد السريه الاشوري انا وضعت لك اياه مجانا علشان واظنها اكثر من 240 واحد حملوه. جدا واشكرك على مساعدتك، وانا معجب بك كثير بالرغم من انه يعني دزتنا شماعيه، نحن العصفوريه بالعراقي نسميها شماعيه. انت تعرف من وين جت كلمه عصفوريه؟ من منطقه غير؟ من منطقه في بيروت كان فيها كثير عصافير. ايوه فبنوا هناك مستشفى للمجانين فسموها العصفوريه. نفس الشيء. نعم. منطقه الشماعيه هي منطقه بين بغداد وبعقوبه، شماعيه اسمها، فبنوا هناك. وتصور استاذ سامي اول طبيب واللي بنى هذه كان يهودي اسمه جاك عبوت، الى هسه يسموها باسمه ايضا جاك عبوت. الشماعيه نبعث لك الشماعيه عند جاك عبوت. انت تعرف انه هلا في سويسرا انا سمعت من اصدقاء لي في مقاطعه اللي انا درست فيها في فريبور، قال لي مستشفى المجانين في هذيك المنطقه فاضي لا امتلأ. امتلأ ما عاد في مكان. انا عبالي فاضي مصري يعني لا يعني صار في فيضان. ليش؟ لانه هاي المرض جائحه كورونا، فاهم علي؟ كثير ناس فقدوا عملهم، كثير منهم توفوا، في منهم مشاكل الله، فكثير منهم انجنوا.
صح صح. انجنوا، فهمت علي؟ بسموه مارساوس هنا، بسموه مارساوس مستشفى المجانين هون، فهمت علي؟ فيعني مصيبة المصايب. وهناك أغنية لصباح العصفورية، وصلني بإيده وما طلع علي يا بي. طيب يلا. اوكي، شكرا شكرا. شكرا على ابونا النقاش والحوار بيننا. وانا وديتك صحيح لمستشفى المجانين، بس هذا من محبتي لك. اشكرك يا عرفتك. انا فاهم فكرتك هي كل واحد لازم يحترم. لا لانه لو وديتك مع بعض من البعض بدون انه ابونا لو بدي اوديك مع العقال، ابونا لو بدي اوديك على مكان العقال ما تلاقي حد. او والدي كان يقول يعني حتى الجنة كل مرة ما كان حكي يقول يعني حتى الجنة بدون ناس ما تسوى. يعني الجنة بدون ناس، غير ناس لازم يكون ناس الإنسان مع الآخرين. احنا يقولوا الجنة بلا ناس ما بتنداس. نحن كان والدي يقول ما تسوى، يعني ما تسوى يعني تنداس، يعني يدوس فيها يحط اجره عليها. لا تستاهل تروح هناك. طيب انت تروح عند وين تلاقي عقال اليوم حبيب قلبي؟ وين تلاقيهم؟ ما في. فانت خليك مع المجانين. نادرة. ايه، فخليك مع المجانين واشكرني. شكرا عليك. لا انا قلت له لابونا قصي تعرفوا موسى الحريري، ابو موسى الحريري. قلت له انت رايك شو بالجمله هاي؟ لا ينزل من السماء الا المطر والنيازك وبراز الطيور، وكل من يقول عكس ذلك مكانه الطبيعي بصحة الامراض العقليه. تعرف شو جاوبني؟ انا منبهر بهذه الجمله. صح. لا تزيد عليها ولا تنقص منها. وهذا الكتاب اللي انت قدمته هسه بالاخيره للأزي حلو جدا، جميل. هذا الكتاب صغير عن كيف ينظر المسيحيين للاسلام. وكان كلش حلو يعني. هذا ايضا هذا حقدمه معاه هو كما انا قدمته لحاله، بس انا حقدمه معاه عشان اشوف شو بقول. وكتابه تبرئة الله انا رديت عليه قلت له تبرئة الله صحيح. إيه على كل بس هو كتابه الصغير هذا حلو كلش حلو. حلو نظرة المسيحية في الإسلام. أنا سمعتها كل الحلقة عجبتني كثير. يعني احنا بنحاول نسمع الصوت ايضا المسيحي. نعم. تعرف يعني صحيح وديتكم، انا قلت انا الي اخ رجل دين مسيحي، يعني انت حتكون في معيته. وانا عندي اساقفه درسوا معي للكهنوت، صار اسقف الناصره، درس معي في الكليريكيه، فهم علي؟ كلهم بحبوني. وتعرف احكي لك القصه، انا طردوني من الكليريكيه. حكيت لك القصه، فانا احكي لك اياها مجددا مشان اللي ما سمعها. هذا بعد 4 سنين دراسه هيك اعطوني رساله للخور الرعيه تاعتي، قال لي سلم هاي الرساله للخور الرعيه تاعتك. وانا في الباص فتحت الرساله، شو كاتبين فيها؟ هذا الولد غير طبيعي، خليه عندكم في القريه. فتصور 30 سنة بعد هذه الحادثة التقيت برجل الدين هذا، هو نفسه على إفطار مع أخي رجل الدين في البطريركية اللاتينية في القدس. هو بيحبني كثير. قلت له بس أنا عندي سؤال أبونا، أنت كيف عرفت من 14 سنة عمري إني أنا مش طبيعي؟ تعرف شو جاوبني؟ قال لي الرسالة تقرأ من عنوانها. حلو. بس أنا قلت له بيني وبينك عملت زين معي، وكلامك سليم،
كلامك سليم. واحنا عندنا كان خوري روم ارثوذكس، دائما هو فلاح يركب على الفرس تاعته ويشوف واحد على الشارع بيقعد يصلب عليه مثل هيك. لكاني على الطريق بيقول لي ها سمعت انهم طردوك من الكليريكيه؟ قلت له والله طردوني. قال لي بتعرف ليش طردوك؟ قلت له ليش؟ قال لي خايفين منك. هو عارف انا تعرف انا اسمي اسم والدتي رفقه. ورفقه شخصيه قويه جدا. تعرف انه لما راحت تتزوج اختاروا لها الزوج غصب عنها وما بدها تتزوجه. راحت الكنيسه بقول لها هل تقبلي عوض زوجا لك؟ ما ردت. سألها مرة ثانية هل يا رفقة تقبلي عوض زوجا لك؟ ما ردت. ثالث مرة بسألها واحد من ورا بقول لها هي هلا بتقولي فبسألها الخوري بتقول له احنا شو بنعمل هون؟ شلل واسكت. والدتي كان عمرها 16 سنة. ايوه. وابوي 14 سنة. واو. ايوه. وتشوف امام الكنيسه كلها والدتي ترد للخوري تقول له احنا شو جاي نساوي هون؟ تشلل واسكت. كل القريه عارفين القصه. كل القريه تعرف ابونا القصه هاي اللي طالع انت على والدتك طالع انت. اي فهيك هو عارف. انت تعرف انه قصة المثل تاع المسيح، واحد كان عنده 900 خروف ضيع خروف وترك ال 99 وراح يدور على ال100. أمي وسط الكنيسة هي أمية بتقول له أبونا. قال له شو؟ قال له أبونا أنت ضيعت ال100. ضيعت ال100. حلو. بقول له ليش؟ اعطته سبب. مش هحكي لك اياه خارج الخط. اوكي حلو. بس ما شاء الله للشجاعه وللذكاء، ذكاء وشجاعه. مره جاي راح ازور اهلي، قاعد بحدي والدتي وجا خوري الرعيه بيقول لي صحيح انه في سويسرا عندكم طلاق؟ قلت له شو نعمل؟ انا ضد الطلاق بس شو نساوي؟ يعني اذا الناس مش عايزين يحبوا بعضهم. امي سمعت الحكي تضربني على فخدي تقول لي شوكولات. قلت لها يما اذا مش حابين بعضهم كيف يعيشوا مع سوا؟ قالت لا اللي يتجوز يموت مع مرته. قالت لي انت تتصور انه لو تسمح بالطلاق في القريه نص القريه بيطلقوا وتخرب البيوت ومسؤوليه مين؟ لا يا ابني دير بالك يا ابني، اذا بسمع مره انك طلقت اعرف اني متت. شو عنيفه. وانت بتعرف انا كنت مفتي قلت لك. قويه. يجي ناس عندي يستفتوني والله انا بدي اتجوز شو رايك ومثل هيك. تعرف شو اقول لهم؟ عايز اطلق. كل روح اقنع امي وتعال. هي تعطيك الجواب. هو يقول لي وين امك هاي؟ قلت له فلسطين. قال لي شو دارسه وشو مدرسه؟ فلاحه لا تقرا ولا تكتب. قال له شو يخلص معاه؟ قلت له والله لو حاملين ألف دكتوراه مش هتعرفوا تقنعوها. شكرا استاذ سامي. حقيقه الحديث معك ما يضوج ما يحكي وياك. واحد ما يضوج ما ينزعج قد ما يحكي. بس انا احكي لك السبب ليش امي قالت الكلام هذاك خارج الخط. علشان ما نغلبش الناس. الله يرحمها، هي توفت. الله يرحمها. يرحم جميع الاموات. ووالدي كمان توفى. الله يرحمهم. انا والدي توفين. الرحمه لجميع الاموات. امين. مع السلامه ابونا. مع السلامه. هل انا اتصل بك بعد دقيقتين؟ أوكي. عشان احكي لك السبب. اشكرك جدا.
مع السلامة، مع السلامة، شكرا للجميع.